أنا أقسم لك بالله أن همك سيكفى. لا أعرف ما هو همك، لا أعرف ما هو الشيء الذي تريده، لكنني أقسم لك بالله الذي لا إله إلا هو أن همك سينتهي إذا طبقت هذه الخطوات الثلاث. أنا لم أجرب هذه الخطوات مع شخص أو 2 ولا 10 ولا 20، بل ولا 100 ولا 200، آلاف رأيت منهم تغيرا عجيبا، لكن بشرط أن تطبق الخطوات كاملة، وهي سهلة ممكن تطبقها الآن وأنت جالس. دعنا نبدأ. الخطوة الأولى، الآن ضع في ذهنك شيئا معينا تحبه وترغب في أن يتحقق لك، أو شيئا لا تحبه وترغب في التخلص منه. فهمت؟ أنا بانتظارك. انتهيت؟ طيب، الخطوة الثانية، نريدك الآن أن تتخذ قرارا جديدا. الخطوة الثانية، قرار جديد هو أن تفوض مهمة إنجاز هذا الشيء إلى الله، أي أنك قد أوكلت الله تعالى وحده بتحقيق رغبتك. فكما أنك تفوض قائد الطائرة بمهمة إيصالك إلى البلد اللي تسافر إليه، فأنت الآن ستفوض الله بمهمة تحقيق هذا الشيء الذي وضعته الآن في ذهنك. هذه الخطوة تحتاج إلى عمل قلب بالمناسبة. ما معنى عمل القلب؟ كما أن الجسد له عمل يستطيع أن يعمله، فكذلك القلب يعمل كما أن الجسد يعمل، بل أحيانا القلب يعمل ويجتهد أكثر من الجسد نفسه. طيب، كيف أحرك قلبي؟ كما أنك عندما تخشع في الصلاة تحرك قلبك لكي يركز في الصلاة، الآن حرك قلبك بحيث تفوض مهمة إنجاز هذا الموضوع إلى الله.